يقول السائل حفظكم الله: كيف نتعبد الله عز وجل بعلم الجرح والتعديل الذي هو من أشرف العلوم؟ إذا وصلت إلى هذه المرتبة من العلم والورع والزهد والإخلاص لوجه الله فإنك ستعلم كيف تتقرب إلى الله بذلك، وأنك تحمي بذلك الدين. فعلم الجرح والتعديل علم عظيم ولا يتصدى له إلا أفراد من الناس، حتى كثير من كبار حفاظ الحديث ما عدهم العلماء في الجرح والتعديل. وأنا أقول لكم أني لست من علماء الجرح والتعديل، وأنصح الإخوان عن ترك الغلو. بارك الله فيكم. فأنا نقدت عددا من الناس معينين في أخطائهم فطورها الناس، بارك الله فيكم. فأنا أبرأ إلى الله من الغلو. لا تقول الشيخ ربيع إمام الجرح والتعديل أبدا، أشهد الله أني أكره هذا الكلام. اتركوا هذه المبالغات يا أخي، والله أنا من زمان إني بفطرتي أكره هذه الأشياء. وإن لما أقف في قوم في ابن خزيمة إمام الأئمة، وهو إمام والله عظيم، لكن إمام الأئمة أراها ثقيلة والله. وألقاب دخلت على المسلمين. شوف خطابات الصحابة، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال كذا. احنا ما نجي في نعالي. بارك الله، اتركوا هذه التهاويل. والذي عنده علم ويعرف منهج السلف ينتقد، خلاص علماء الجرح والتعديل بينوا لنا أحوال الرجال الكذابين والمتروكين والسيء الحفظ والواهين وإلى آخره، والثقات والعدول والحفاظ احنا نقاد، احنا ناقد ضعيف أنتقد أخطاء سكت عنها غيري أو غفل عنها. فطبعا اتركوا هذه الأشياء بارك الله فيكم. يعني اللي عنده علم يعرف منهج السلف ويرى هناك بدع واضحة أمامه يبينها لوجه الله، نصيحة لوجه الله تبارك وتعالى، حماية لهذا الدين. يأتي المبتدئ يشوه الدين ببدعته ويتكلم عن الله بغير علم وينشر ضلاله باسم الدين، سواء خطأه في العقيدة، في العبادة، في المنهج، في السياسة، في الاقتصاد، في شيء من الأشياء. الآن الغلو ينتشر في الساحة السلفية، والمبالغات والتهاويل تنتشر، حتى وصل ببعضهم إلى درجة الروافض والصوفية في الغلو. ونحن نبرأ إلى الله من هذا الغلو. فاسلكوا منهج السلف في الوسطية والاعتدال وإنزال الناس منازلهم بدون أي شيء من الغلو. بارك الله فيكم. فنحن الآن في الساحة قلنا بعلم فقدنا بعض الأخطاء، عندنا شيء ما نعرفه. فنوصيكم يا إخوة أن تسيروا في طريق السلف الصالح تعلما وأخلاقا ودعوة، لا تشدد، لا غلو، دعوة يرافقها الحلم والرحمة والأخلاق العالية. والله تنتشر الدعوة السلفية. الدعوة السلفية الآن تتآكل ويأكل منتمون، ما أقول السلفيون، المنتمون، وبعضهم منتمون ظلما إلى هذا المنهج، يتآكلون أمام الناس. شوهوا الدعوة السلفية بهذا الطريقة. فأنا أنصح شباب أن يتقي الله عز وجل، وأن يتعلم العلم النافع، وأن يعمل العمل الصالح، وأن يدعو الناس بالعلم والحكمة. إخوة، المواقع الانترنت زفت الآن، وكل الناس يسخرون بمن يسمون سلفيين، يسخرون منهم ويصفقون بفرح. بارك الله فيكم. الذي تعلم منكم وفهم التفسير يقدم للناس مقالات في التفسير، آيات تتعلق بالحديث بالأحكام، آيات تتعلق بالأخلاق، آيات تتعلق
بالعقائد يشهر الناس شيء ينفعهم. هذه دعوة. اللي يتمكن في الحديث بارك الله فيك يشهر مقالات في معاني الحديث وما تضمن من أحكام ومن حلال ومن حرام ومن أخلاق وإلى آخره. ملأ الدنيا علما، الناس بحاجة إلى هذا العلم. المهاترات هذه تشوه المنهج السلفي وتنفر الناس منها. واتركوا المهاترات سواء على الانترنت أو في أي مجال من المجالات، في أي بلد من البلدان. قدموا للناس العلم النافع، والجدال لا تدخلوا فيه مع الناس ولا مع أنفسكم. وقد قرأتم في هذا الكتاب إن السلف كانوا ينفرون من المناظرات. لا تناظر إلا في حال الضرورة، ولا يناظر إلا عالم يستطيع أن يسمع أهل البدع، ولا تدخلوا في خصومات بعضكم بعض. وإذا حصل شيء من الخطأ فردوه إلى أهل العلم، لا تدخل في متاهات وصراعات، لأن هذا ضيع الدعوة السلفية وأضر بها أضرارا بالغة ما شهد مثله في التاريخ. وسائل هذه الوسائل الإجرامية الإنترنت الشيطاني ساعد على هذه المشاكل. كل من حك رأسه حط شيء بلاء في الإنترنت. اتركوا هذه الأشياء، تكلموا بعلم يشرفكم ويشرف دعوتكم. والذي ما عنده علم لا يكتب للناس، لا في انترنت ولا في غيره. بارك الله فيكم. وابتعدوا عن الأحقاد والضغائن، وإلا والله ستميتون هذه الدعوة. وأرجو ألا يكون فيكم أحد ممن شارك في هذا البلاء. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة. اسمعوا يا أخوة، من عنده علم وأحكمه فليكتب في الانترنت ما ينفع الناس في التفسير، وهو واسع يتضمن عقائد وأخلاق وأحكام وإلى آخره. بارك الله فيكم. والتفسير كذلك بحر والله تنزفوا من بحر. خذوا الأحاديث عندكم واشرحوها، استعينوا عليها بشروح العلماء شرحا مسقنا ونزلوها للناس في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، بأسلوب حكيم هادئ ينفع الناس. والله تشوفوا السلفية كيف تتطور وكيف تنمو وكيف تضيء الدنيا منها. أما الآن تظلم السلفية بارك الله فيكم بهذه الطرق. أنصحكم بترك الجدال والخصومة على الانترنت وفي الساحات أيضا. أنصحكم من هذا بارك الله فيكم. والذي عنده علم يتكلم بعلم، يكتب بعلم، يدعو بعلم، يدعو بالحجة والبرهان. واجتنبوا الخلاف وأسباب الفرقة، لا تثيروها بينكم. وإذا حصل إنسان خطأ يعرض على العلماء، يا أخوي عالجوه كيف يعالجوه. بارك الله فيكم وسدد خطاكم وألف بين قلوبكم. بارك الله فيكم.